السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض خبز الفوكاشيا. العيش ده عيش ايطالي بس طعمه حلو قوي قوي وان شاء الله يعجبكم. هنحط كوباية ونص مية طبعا تكون دافية، حط عليها معلقتين سكر واحط معلقة خميرة كبيرة وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وكمان هحط نص كوباية دقيق وهقلب كويس، وبعدين احط عليهم زيت زيتون، وزيت الزيتون ده مهم جدا يعني اساسي في الوصفة. قلبت كويس بقى كده، هحط بقى زيت الزيتون، هحط معلقتين زيت زيتون واقلب كويس واغطيها واسيبها. بعد بقى ايه 10 دقايق كده لقيت الخميرة ابتدت تتفاعل، رحت جايبة بقى ايه الدقيق، حطيت عليهم 3 كوبايات دقيق، وهعجن كده بالسباتيولا زي ما انا بعجن كده من غير ايدي ولا حاجة. هي ما بتحتاجش عجين كتير لان هي اصلا عجينة طرية. حطيت رشة ملح وهبتدي بقى ايه اقلب، اعجن بقى كويس كده بالسباتيولا لحد ما الاقي طبعا الدقيق يكون خلاص اختلط. شايفين ان سمك العجينة، احط عليها معلقة زيت زيتون كمان واقلب واسيبها بقى لحد ما تخمر. بعد ما خمرت بالشكل ده بقلبها تاني بالسباتيولا كده. ايوه اهو، يعني دهنت ايدي زيت وابتديت المها كده يمين وشمال شوية، بيطلع منها الهواء واغطيها تاني هتخمر تاني. خلاص بقى جبت الصينية حطيت فيها زيت زيتون بالشكل ده، ادهن بقى الصينية وابتدي انزل بقى العجينة. طبعا بدهن الصينية كويس عشان اعرف اطلعها. اهي العجينة بتاعتها. لازم بقى طبعا تكونوا ايه تدهنوا ايديكوا زيت او السباتشولا تدهنوها زيت، وتبتدوا تفردوا العجينة كويس قوي في الصينية. الخبز ده او يعني العيش بتاعهم دوت يعني بنسبة كبيرة الاعشاب هي من اهم المكونات فيها. تحطوا عليه بقى ريحان، تحطوا عليه زعتر، تحطوا عليه روزميري، يعني اي حاجة من الاعشاب دي بتبقى لايقة عليه قوي. طعمه حلو جدا، وبيبقى بقى الصبح كده مع كوباية الشاي بلبن او مع النسكافيه حلو قوي. حطيت بقى كمان شوية زيت زيتون كده على الوش ودهنته. بعد كده جبت بقى الزعتر، رشيت عليه شوية زعتر حلوين، رشة ملح، وهبتدي بقى احط فيه زيتون. ده زيتون اسود، ممكن تحطوا زيتون اخضر، الطماطم الشيري ممكن تحطوا يعني هو طبعا ما بنحطش فيه جبن ولا حاجة، بس لو انتوا حابين تحطوا فيه جبن ممكن تحطوا برضو قطع جبن كده تحطوها على وشها، برضو هيبقى طعمه حلو. هو الزعتر بصراحة طالع معاه وزيت الزيتون يعني بصراحة تحفة. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. اكتر من كده هيبقى داخل على يعني على طعم البيتزا بقى، بس هو من غير جبن ولا حاجة كده، بزعتر ورشة ملح زي الفل. هسيبه بقى يخمر وبعدين اوريهولكم لما خمر هيترفع قد ايه. بصوا ما شاء الله عليه، اترفع جامد جدا وخمر. ورحت سخنت بقى الفرن كويس، هو بياخد تقريبا حوالي 25 دقيقة، ما بياخدش وقت كتير. طلع بقى بالشكل ده، غطيته وبعدين هبتدي اقطعه مع الشاي بلبن بقى، وبالهنا والشفا.